السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم فاصل إدريسي. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله في إطار تحضير حلويات العيد غادي نقدم لكم غريبية أو جزائرية أو كيف ما كنقولوا لها حنايا غريبة. المهم أنايا جاتني بحال السلو ديالنا، ولكن كيدار في الفران فريمون كتذوب في اليد قبل الفم، وشي حاجة غزالة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم، وهي هذه اول مره غادي نخدمها معكم. يعني اول مره انا غادي نجربها. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج في هذه الغريبه، غادي نحتاج فيها كيلو ديال الطحين محمص. انا كنحمروه في الكوكوط. حمرته شويه في الكوكوط، يعني ماشي كنحمرو بزاف كيف ما كتشوفوا، يعني شويه، ماشي بحال السفوف. مهم يعني كيف ما كتلاحظوا شو اللون ديالو كيفاش كيجي. غادي نحتاج واحد نصف كيلو ديال الكاوكاو، حتى هو حمرته في الفران وحيدت ليه القشره ديالو وطحنته مزيان، نيلته مزيان. تقدروا ديروا اي مكسرات بغيتو. انا هنايا درت غير كاوكاو باش نبقى في اطار زعما داكشي اقتصادي. المهم تقدروا تعوضوها باللوز او تعوضوه باللوز او بالبندق. غادي نحتاج واحد نصف زلافه ديال زنجلان محمر ومطحون حتى هو منيل مزيان. غادي نحتاج زلافه ديال الزبده من الجوده، تكون زعما ضروري تكون جوده عاليه ديال الزبده. وغادي نحتاج واحد زلافه ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل. والمكون الاساسي اللي هو الزيت النباتيه غادي نضيفها حتى الاخر، يعني حتى نبسبس هاد المكونات كاملين ونعجنهم مزيان. عاد غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي غادي نبغيه في هاد الغريبيه. لاحظوا هذا هو القوام اللي غادي نبغيه يكون في العجين. ولكن مهم ان العجين كندلكوها مزيان، يعني ملي كنضيفوا ليها هذاك الزيت، يعني كنحاولوا زعما ندلكوها مزيان، نعجنوها مزيان. المهم هنايا انايا كنت جبت هاد المول ديال الصابلي، وزعما بغيت باش نخرج، زعما هما عندهم مول خاص ديال الغريبيه، ما بغاش يخرج ليا، جون سي با، ما عرفتش علاش. المهم انا اكتفيت انني درت غلاقه كيف ما كتلاحظوا، وقطعت بالمقطع ودرت غلاقه كندوزهم في الطحين في الدقيق فورس باش ما تلصقش لينا. وكندير حفيره الوسط الغريبه
وصافي كنبقى مستمرة على هاد الطريقة حتى كنكمل كميات العجين اللي عندي. واحد الملاحظة أن أن العجينة خاصها تكون غليظة، يعني الغريبة ديالنا خاصها تكون يعني غليظة، يعني تقريبا السمك ديالها يكون واحد سنتيمتر، يعني في الطول. آه، وفي العرض كيبقى داكشي اختياري. من بعد كندخلها الفران، يكون الفران مجهد. هذا هو يعني هذا هو الشكل النهائي من بعد ما خرجناها من الفران. كندخلها فران مجهد ومن بعد كنقص عليه باش تشد فراسها، يعني حتى كيبان ليا انها تحمرت. للتزيين غادي نحتاج سميتو نيستلي كراميل. انا زوقتها بنيستلي كراميل وبهاد حبيبات الشوكولات، ودرت الورد ديالنا البلدي، يعني باش يعطي واحد المنظر. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبيه الجزائريه. كنشكر اخواننا الجزائريين على الوصفات ديالهم، حيت فريمون عندهم حلويات راقيين في المنظر، رائعين. هنا كيبقى قلت التزيين اللي بغيتو انا، المهم انا هنا زينتها كيف ما قلت لكم بنسلي كراميل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون راقتكم ونالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في اطار تحضير حلويات العيد وبالصحه والراحه.